مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. قبل لا نبدأ حلقتنا نقولكم ما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. جزاكم الله خيرا. حلقتنا ورحلتنا اليوم باش تكون على شخصية معروفة في تونس والجزائر وليبيا، وهو بوسعدية. وشكون ما سمعش بيه، وشكون اللي ما يعرفوش، وشكون ما شافوش يدور في الزناقي والشوارع التونسية، في المناسبات الدينية وفي الاحتفالات الشعبية، العروسات، الزوايا الصوفية. وشكون عمره ما شافه يشطح في هيك الشطحة قدام السطنبالي والصغار يجريوا وراه، ساعات فرحانين وساعات خايفين منه ولا مستغربين من لباسه وشكله. وإذا تحبوا تعرفوا حكايته كملوا الفيديو للآخر. سميوا بسم الله، صليوا على النبي وخلينا نبدأ. الأسطورة تقول إنه بوسعدية كان ملك إفريقي في واحدة من دول إفريقيا في جنوب الصحراء. ناس يقولوا تشاد، وناس يقولوا جيبوتي، وناس يقولوا السودان، وناس يقولوا غانا. والملك هذا كان متزوج بمرأة يحبها برشا وعايش معاها في خير الخير، ومن كثر ما كان فرحان ومتهني وديما حاسس بالسعادة كي جاب بنية سميها سعدية. أما فرحته ما طولتش. في نهار من نهارات بنته ومرته خطفوهم تجار العبيد اللي كانوا يهجموا على القبائل الإفريقية وياخذوا منهم أسرى ويبيعوهم، سواء في شمال إفريقيا وإلا في أوروبا. الراجل ما سلمش وقرر يلوج عليهم. البس فوق راسه طربوش أكحل غطى بيه وجهه باش ما يتعرف عليه حتى حد. الطربوش كان مزين بأصداف البحر، والبس شقاشق وأجراس في رقبته، وتحزم بجلد وغطاه بريش الدجاج معها عظام كلاب وثعالب، وهز طبل يضرب عليه. وقعد يدور من بلاد لبلاد، ليبيا، تونس، الجزائر، افليهم زنقة زنقة، دار دار، وهو يطبل وينادي على بنته سعدية. ومن هنا جات شهرة بوسعدية. وعلاقة بوسعدية بالسطنبالي علاقة كبيرة. وين نشوفوا السطنبالي نشوفوا بوسعدية في المقدمة يشطح. ويقولوا اللي تسمية السطنبالي اتنسبت للباشا آغا اسطنبولي اللي ينحدر من مدينة اسطنبول. لكن المؤرخين أكدوا إنه ما فماش علاقة تربطوا بهالمجموعات، واللي أصلها ترجع لجماعة سعد شوشان وإلا بوسعدية، واللي يعتبروه برشا ناس واحد من الأولياء الصالحين. والمصادر تقول باللي هالفرقة جات لتونس مع قوافل العبيد اللي كانت تجي من إفريقيا جنوب الصحراء. وكيما عنا في تونس موسيقى الإسطنبالي بوسعدية، نلقاو المكاري والقناوة والديوان في الجزائر والمغرب وليبيا. والغناء والشطيح ما همشي للترفيه، هما يعبروا على ثورة ضد الظلم والعبودية. واللي عنده معلومات أكثر ما يبخلش علينا بها ويكتبها لنا في التعليقات. وإذا وصلت لآخر الفيديو وعجبك ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك. وإلى أن نلتقي نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.